ممثلي وسائل الإعلام على مستوى مدينة تازة، سواء ورقية أو الإلكترونية، وسواء اللي كيشتغلوا على مستوى محلي أو جهوي أو وطني. مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي كنعقدوه اليوم، واللي كما ورد في الدعوة اللي وجهنا لكم كاين جوج ديال النقاط اللي بغينا نتواصلوا حولها. واحد النقطة ديال تنظيم المديرية للمنتدى الإقليمي الخامس للأندية البيئية، والنقطة الثانية هو واحد التدبير من التدابير اللي وردات في مشروع ديال الوزارة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية ديال الإصلاح التربوي 2015-2030 حول عتبات الانتقال. قبل ما نبدا نتكلم لكم على هذه النقاط، لابد باش نشكركم على التلبيه ديالكم ديال هذه الدعوه، ولابد كذلك نتكلموا على الاهميه ديال الجسم الصحفي في في احاطه الراي العام المحلي والجهوي والوطني بالامور التي تهمه، سواء في قضايا التعليم، الصحه، الطرق وغيرها من القضايا. وهذه فرصة باش نطرحوا واحد التساؤل حول العلاقة ما بين المديرية الإقليمية والمنابر الإعلامية. لابد أن نعترف بأن هذه العلاقة ليست شيئة، ولكن ماشي هكذا خصها تكون. تواصل، نقصوا بزاف ديال الأمور، قد يكون منا حنا تقصير منا حنا في المديرية الإقليمية، ولكن كما يقول الفرنسيون ني جامي ترو تار بور بيان فار. احنا كنا واحد الوقت درنا واحد جوج د المحاولات وعرضنا على الاخوان بحال هذا الشكل في مواضيع، مع الاسف ما عاودناش. هذه فرصه باش نصحوا هذه الوضعيه. انا كنشكر واحد المجموعه ديال الاخوان فيكم لما كيتصلوا بيا بالهاتف، لما كتكون شي نازله سمعوها وقبل ما كينشروها كيتصلوا بيا، كياخذوا المعلومه الرسميه من عندي، وهما ديك الساعه كيقدروا واش غادي ينشروا ولا ما ينشروش، هذاك المهام ديالهم. ولكن في بعض الاحيان عاوتاني كتنشر المعلومات، حنا لسنا ضد، مع المواطن والمواطنه في هذا الاقليم يعرف القطاع ديال التعليم، يعرفوا على حقيقته. القطاع ديال التعليم فيه واحد المجموعه ديال الصعوبات، واحد المجموعه ديال الاكراهات، ولكن كذلك فيها واحد المجموعه ديال الايجابيات، واحد نقاط الضوء لعل من بينها هذا المنتدى اللي غادي نتكلموا لكم عليه. حاجه اخرى، قد نكون قصرنا حنا في السلام ورحمه الله بحيث الدورات الاربع اللي دازت ما كانش واحد التغطيه ديالها. استطيع يوسف يمكن تجي من هنا، غادي هذه الدوره الخامسه، كاين واحد التطور، راه واحد المهرجان من هذا الشكل هذا، راه غير لو فيت بالنسبه لنا انك توصل الدوره الخامسه بدون انقطاع كنعتبروه واحد الانجاز. ثم هاد الدورات كما غادي نشوفوا دوره على دوره كاين واحد التطور، وبغينا هاد الدوره الخامسه لابد الناس يعرفوها. كما قلت حنا ربما قد نكونوا مقصرين، حنا الخليه ديال الاتصال، واللي ان شاء الله دابا في الهيكله الجديده راه غادي تولي عندنا مصلحه ديال الاتصال نظرا لوعي الوزاره بهذه الاهميه ديال هذا المجال. غادي نطعموها بعناصر وبوسائل العمل باش تكون عندها التواصل مع كافه الفاعلين، وخاصه الفاعلين الاعلاميين. دونك